عمرك خلصت يوم كامل من غير ما انت تتحرك من مكانك، بس للأسف بتلاقي نفسك في آخر اليوم مستنزف كأنك مثلا جريت ماراثون، أو مع إن أنت ما عملتش شغل جسدي ولا حاجة، أنت ما مشيتش حاجة تقيلة، بس دماغك يعني واقفة كده، وجسمك حاسس إن أنت تعبان، وتعب أنت مش قادر تفسره. ده اللي بيحصل لما عقلك يشتغل اوفر تايم من غير ما يبدأ ياخد أي بريك. النهاردة هنفهم ليه العقل بيتعب أكتر من الجسم، وإيه الفرق بين الإرهاق الجسدي والذهني، وإزاي قرارات كتيرة جدا بتنهك دماغك، وإيه تأثير التفكير المستمر على جهازك العصبي. وفي الآخر هديلك كالعادة طريقة بسيطة تقلل من الضغط اليومي بشكل حقيقي. أنا أحمد زايد، وأنت دلوقتي بتشوف برنامج حلال المشاكل. طيب إيه هو الفرق بين الإرهاق الجسدي والذهني؟ الإرهاق الجسدي بيبقى واضح، أنت جريت أو رحت شلت في الجيم حديد كتير، مشيت كتير، عضلاتك وجعاك، طاقتك خلصت فنمت. نمت أنت كويس وصحيت أحسن. ده هو الإرهاق الجسدي. لكن إيه هو الإرهاق الذهني؟ الإرهاق الذهني هو إرهاق خبيث، لأن هو مش مرتبط بمجهود بدني واضح، هو بيفضل معاك حتى بعد النوم، يخليك تصحى تعبان رغم ان انت فعلا نمت 8 ساعات متواصل. السبب لان دماغك موقفتش شغل. الدماغ بيستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم، تخيل، رغم ان هو بس يعني 2% بس من وزنك، يعني حاجة صغيرة قوي، لكن بياكل طاقة كأنه محرك ديزل. لما بتفضل تفكر، تقرر، تقلق، تخطط، تراجع نفسك طول اليوم، الدماغ بيشتغل كأنه في امتحان مستمر، وده بيستنفذ الجلوكوز والأكسجين بتوعه، فتحس بتعب حقيقي حتى لو انت قاعد على شيزلونج مستريح جدا. طيب، في حاجة كمان اسمها إرهاق القرار. في مفهوم نفسي، يعني ده مفهوم نفسي مهم جدا اللي هو إرهاق القرار ده. يعني إيه؟ يعني كل قرار حتى لو هو قرار صغير بياخد من دماغك طاقة. تخيل معايا يوم عادي انت صحيت، فانا هلبس ايه؟ الفطار، هناكل ايه؟ الشغل، ابدأ بايه؟ مسج جات لك، ارد دلوقتي ولا بعدين؟ اجتماع، اقول رأيي ولا اسكت؟ انا عارف الاجابة اللي الاستاذ قال عليها، ارفع ايدي ولا لا؟ اكل، طب هنطلب ايه؟ بالليل اشتغل ولا ارتاح ولا اذاكر؟ قبل النوم، انام دلوقتي ولا اكمل حاجة كده؟ على فكرة كل قرار، واحدة من دي قرار، وكل قرار بيسحب من رصيد الإرادة اللي عندك. ولما الرصيد ده يقل بتبدأ أنت للأسف تتخانق على أتفه الأسباب، تاكل أي حاجة مش لأنك جعان، لأنك أنت تعبان، تقرر تأجل شغل مهم، تحس إن أنت اللي هو عارف مود اللي هو إيه، أنا مش عارف أفكر، عارف المود ده هو ده. وده اللي بيفسر ليه في آخر اليوم بتلاقي نفسك مش قادر تاخد أبسط قرار، لو هشوف فيلم ولا أنام، فتقعد نص ساعة كده تسكرول في نتفليكس، وتطفي من غير ما تختار حاجة. مش عارف أخد قرار إن أنا أتفرج على حاجة. طيب إيه هو أثر التفكير المستمر على جهازك العصبي؟ التفكير الزائد، القلق، المراجعة الذهنية المستمرة، كل ده بيحفز الجهاز العصبي الودي، ده اللي اتكلمنا عنه في كورس القلق، اللي هو مسؤول عن وضع الإنذار. يعني جسمك بيفتكر إنك في خطر، فبيفضل شغال بوضع الاستعداد طول الوقت. قلبك بيدق أسرع، تنفسك أقل في العمق، يعني عضلاتك دايما مشدودة، الهرمونات بتاعت التوتر عالية طول الوقت. المشكلة إن الجهاز ده ما بيفرقش ما بين خطر حقيقي إن أنت حياتك فعلا في خطر، وبين خطر متخيل، زي فكرة مثلا أنت لو فشلت في الشغل هيحصل إيه. فتلاقي جسمك شغال 24 ساعة في ال24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع في وضع الطوارئ، وده بيستنفذ طاقتك وبيضعف مناعتك، ويخليك تحس بإرهاق مزمن. وعكسه بقى تماما الجهاز العصبي البراسموسي. البراسموسي ده هو مسؤول عن الراحة والتعافي والهضم والنوم العميق والاسترخاء بتاع العضلات وإصلاح الخلايا، بس ده ما بيشتغلش للأسف غير لما بتهدى فعلا. لما بتوقف التفكير وتاخد نفس عميق وتريح دماغك. المشكلة إن أغلبنا ما بيهداش.
تاخد بالك حتى وقت الراحة بنفضل فاتحين الموبايل نتفرج على ريلز، بنقارن نفسنا بناس تانية، نفكر في مشاكل. الجهاز العصبي هنا ما بياخدش فرصة إن هو يصلح نفسه، فبنفضل للأسف تعبانين. طيب، احنا نعمل ايه دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي نتصرف ازاي؟ هقول لك طريقة بسيطة لتقليل الضغط اليومي. خلينا نبقى عمليين، فأنا هقول لك 5 خطوات كالعادة يعني إن أنت تقدر تطبقها من النهاردة وهتفرق معاك جدا. أول حاجة قلل القرارات الصغيرة. لما تعمل اوتوميشن للروتين بتوفر طاقة ذهنية كبيرة جدا. الهدوم حدد من 3 ل4 هدوم بتلبسها ثابتة طول الأسبوع، ما تفكرش كل يوم. الفطار نفس الوجبة كل يوم أو كل يومين، يعني كل يومين غير وجبة. وقت الشغل ابدأ بنفس الترتيب، أهم التاسك الأول بعدين الإيميلات. في المذاكرة نفس الحكاية، ذاكر الحاجة الصعبة بعد كده الحاجة السهلة. كل قرار بتشيله من يومك بتساوي طاقة ذهنية وتتوفر لحاجة أهم. تاني حاجة حدد وقت معين عشان تقرر فيه، بدل ما تفضل طول اليوم تفكر أنا هعمل إيه دلوقتي. حدد 3 أوقات بس في اليوم تراجع فيهم قراراتك. الصبح اعمل خطة لليوم، بعد الظهر اعمل مراجعة سريعة، آخر اليوم قيم اليوم واقفله. باقي الوقت بقى بتعمل إيه؟ بتنفذ اللي أنت كنت مخطط له الصبح من غير تفكير. تالت حاجة اعمل ديجيتال ديتوكس آه يومي، يعني انت عارف ساعة واحدة على الأقل في اليوم مفيش موبايل، مفيش سوشيال ميديا، مفيش أخبار. ممكن تكون الساعة دي قبل النوم على طول، أو أول ساعة مثلا بعد ما تصحى، أو وقت الأكل. الهدف إن أنت تدي دماغك فرصة إن هو يبطل يستقبل معلومات، ده مهم جدا. رابع حاجة تمارين التنفس. انت محتاج ان انت تاخد التنفس بيخليك جهازك العصبي اهدى. ببساطة شديدة خد شهيق عميق من الانف، عد 4 مرات، احبسه 4 مرات، وانت بتطلعه يبقى توصل لغاية 6، وجدد او كرر الموضوع ده 3 مرات. ده بيفرق جدا جدا جدا، ويبعت اشارة فورية للجسم ان مفيش خطر. اهدى. اعمله الصبح، اعمله قبل النوم، اعمله لو انت داخل على امتحان او عندك ميتنج صعب او هصور فيديو. اي حاجة من دي هتبقى مفيدة جدا. خامس حاجة اكتب في دفتر التفريغ الذهني قبل النوم ب10 دقايق. اكتب كل حاجة في دماغك، المهام اللي انت ما عملتهاش، افكارك العشوائية، مشاعرك، قلقت من ايه النهاردة. كل الكلام ده، وعلى فكرة مش لازم يبقى بالترتيب، مجرد ان انت بتفضي دماغك على ورقة. آم، ده بيخلي عقلك يرتاح لان هو عارف ان الحاجات دي مش هتضيع، فبيسيبك تنام بالراحة. ففي الآخر بقى إن العقل مش آلة، هو عضو حي محتاج إن هو يرتاح زي جسمك بالظبط، محتاج إن هو ينام. لو فضلت إن أنت تشغله 24 ساعة في ال24 ساعة 7 أيام في الأسبوع من غير ما تديله بريك حقيقي، هتفضل تعبان حتى لو أنت نمت، وهتفقد تركيزك وقراراتك كلها هتبقى أضعف. اكتب لي تحت في التعليقات ايه هي اكتر حاجة بتتعب دماغك في اليوم، سواء بقى كانت القرارات الكتير، السوشيال ميديا، قلق مستمر. ولو الحلقة دي فادتك يا ريت تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس. أشوفك على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.